هدية تريد أن تكرم بها اليوم السيدة بهية رشدي، تفضل مشكور. نعم. قبل ما نعطيها الهدية عبدي شرفتينا اليوم في البلاطو. اليوم احنا وعلي اصبحنا فنانين وانت رياضية. الله تبدلنا. الله شوف الهدية مجال، ابقى تتم حتى نشوفها في الكاميرا. مجال مصطفى كنت وجهها للكاميرا من هذه الجهة، من هذه الجهة مجال. مجال هذه الكاميرا من فضلك، هذه الكاميرا من فضلك. لا 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 من الجهة الأخرى هكذا أقلب الصورة. كتر خيركم إن شاء الله. من فضلك هدية بسيطة. شكرا يا سي مصطفى يا سي مجال. الله ارفعها شوية مجال. إذا عوض لك سيف الحجاج. أيوة واحد ما يزيد يحقق. نخليه لك لهنايا. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. ميرسي ميرسي حبيبي. تسلم. شكرا ميرسي. شكرا 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 جزيلا. كتر خيركم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وبن شيخ ايضا بمساعده بعض صحفي الهداف. شكرا شكرا. كل صحفي الهداف مدام متضامنون معك، صنعوا لك هذه الصوره ربيع بن عمر صدي الشطر ظهروا حتى يظهر في الكاميرا. شكرا. صورة جميلة جدا. شكرا لكم بارك الله فيكم. من جريدة الهداف ولوبيتور على رأسهم المدير نبيل عمرة. صورة رائعة لبهية رشدي مع هذا التذكار. شكرا جزيلا لك. إن كنت تريدين أن تقولي أي شيء في النهاية تفضل. شكرا لكم الشكر الجزيل. وأنا قلبي كبير وواسع مساحة الجزائر، وقلبي ضم كل أبناء الجزائر وغير الجزائريين تونسيين والمغاربة. أنا قلبي اسمه المغرب العربي الكبير. تحية لكل من قال في شأني كلمة طيبة. أشكر الحصة نتاعكم اللي بعد وصولي إلى الجزائر زرت وأنا راني بين السي علي وسي مصطفى ما شاء الله. نشكركم على هذه الهدية الثمينة، ونشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من التألق، وإن شاء الله بلدنا يعيش في طمأنينة والسكينة يا رب. 2% قطرين أحسن منا. أنا نقول لهم غير غلقوا الفوتبول هنا، غير حبسوه. ما نجموش يكونوا خير منا، من المحال. حنا الدوزيام ديفيزيون تصيب 20,000. ما جرب باش يدرب في قطر. المستوى الفني اللاعب القطري واللاعب الجزائري ما جرب. الجزائري افضل؟ لا ما فيش مقارنه محمد. لا توجد مقارنه. الجزائري احسن بكثير. لا احسن بكثير. لا شكرا لك مجار. اذا محترفين هذا الاسبوع منهم سوداني استنجد بهذه الآية ربما حتى يفرغ على نفسه صبرا مجار، لأنه يقولون بأن إصابته ربما تكون معقدة وربما سيغيب لمدة طويلة. هي شوف كما يقول لك القولي محمد، بيرسون نيت على بريدين بليسيور. لا بليسيور كل إصابة تأخذها في التدريب أو في التمرين أو في المباريات البطولة. حصل لي سوداني أنا أسف جدا يحصل له قبل مباراة مهمة وهي الجزائر والمنتخب النيجيري. كنا حابين نشوفوا اللاعب السوداني في هذه المباراة، ولكن هذه الأمور تحصل مش فقط سوداني أو حتى سليماني أيضا يعاني أيضا من إصابة. نتمنى إن شاء الله الأمور تتحسن من اليوم إلى مباراة نيجيريا إن شاء الله. ابراهيم، لا توجد اصابات في صفوف المنتخب النيجيري والمنتخب الجزائري؟ لاحقت لاعبيه هذا الاسبوع الاصابات بكثره. اصيب سوداني، اصيب غزال، اصيب ايضا بودبوز، وشكوك حول مشاركه غلام يعاني ايضا من اصابه ولن يتدرب اليوم. رسميا استبعاد غزال سوداني وبودبوز عن المباراه، وتعويضهم ببنجاح بنزية وبالنصر لاعب أرسنال. نعم، أولا محمد الإصابات واردة في كرة القدم، هذه هي كرة القدم. لا يمكننا نقول لماذا أصيب وأصيب وأصيب. أولا ما عدا الشك الذي يحوم بخصوص مشاركة غلام الذي أعتبره شخصيا برأيي المتواضع لاعب مهم ومهم جدا في تشكيلة المنتخب الوطني على الجهة اليسرى. الإصابات التي حدثت وأيضا سوداني قليلا سوداني، هناك البدائل اللازمة، هناك تشكيلة ثرية في المنتخب الوطني الجزائري، هناك لاعبين قادرين على تعويض اللاعبين المصابين بامتياز، أقولها بامتياز.
وعلى سبيل المثال أبرز مثال هو إبراهيمي بإمكانياته بالقوة التي يملكها بالإرادة الإمكانيات الفنية يمكنه أن يصنع الفارق في أقل من 30 ثانية أمام منافس صحيح قوي وقوي هو نيجيريا. أعتقد أن هذه الإصابات ضربة موجعة صحيح، لكن هناك تركيبة بشرية قادرة على تعويض هذه الإصابات، ما عدا لا قدر الله إصابة غلام الذي أعتبره الأقوى في المنتخب من حيث الاستقرار من حيث الجانب الفني والتكتيكي. بالشيخ بعد توالي الإصابات في المنتخب الوطني تم الاستنجاد بنزية للعلم لم يلعب هذا الموسم إلا 100 دقيقة مع فريقه للفرنسي، لكن لاعب مثل بلفوضيل حتى لو كان سيئا الموسم الماضي الا انه هذا الموسم يلعب كل المباريات مع في بلجيكا في الدوري البلجيكي ومسجل 6 أهداف لحد الان وموجود في فورمه جيده. لماذا يستدعى بنزية ولا يستدعى مثلا بلفوضيل؟ بورتون المدرب هذا ستان بلج او يشوف شامبيون هذه نقطه استفهام اخرى بلجيك دونك يشوف بلفوضيل اللي راهو يروفي اون فورم مارك دو بيت العام بريزون ما لعبش كاع يتيك وبارفوا هذه هي المعجزه. عندنا معجزه احنا في الفريق الوطني ما تفهمش كيفاش الامور تحدث، ولكن يبقى بودبوز بون راهو فورم في الفريق تاعو. دوماج الماتش اللي فات نقولوا ما دارش كيما لازم الحال، ولكن اللي كانوا قدامه قالنا ما عاونوه، ما كان والو باش ينجم يدير حاجه. غزال الفريق الوطني واش لعب يا ربي 17 مينوت الدرنيير ماتش هذاك واش لعب الفريق الوطني. رومبلاس دوماج باسكو سي ان بون جوار رومبلاسي بار بالناصر اللي شفناه دخل على حسب لاتوش دو بال اللي دخل ما لعبش بصح 10 مينوت مي لاتوش دو بال اللي شفناه بها قلنا بلي لعب عنده دي كاليتي. ولكن بالناصر من الانجليز تروح تحطوا ديريكت في نيجيريا اخي هي امور صعيبه. انا مره على مره كي نسمعكم تهضروا قاعد نسائل نحكم على اللاعبين اللي يلعبوا في الانديه تاعهم في اوروبا. انا نحكم على اللاعب لما يكون في المنتخب الوطني الجزائري، لما يقدم مردود في المنتخب الوطني الجزائري نحكم عليه. ولكن انا نحكم على اللاعب يلعب مثلا في بلجيكا او امس دار مباراه كبيره وسجل هدفين في بطوله مثلا البلجيكيه، ولكن انت رايح الى نيجيريا هل تقدم نفس المردود تقدم ما لديك في نيجيريا؟ هذا هو احنا نحكموا اكثر واكثر على اللاعبين. ممكن مردود اللاعب في النادي ماجر هو المرآة التي يستفيد منها المدرب حتى يقيم مردود اللاعب. لا محمد، لا انت تلعب في افريقيا مالكش تلعب في اوروبا. المنتخب الوطني الجزائري يلعب في افريقيا. اذا ناخذ اللاعبين الاكثر جاهزيه. وهذا اللي قلت لك لازم المدرب يكون ذكي ويروح يتفاوض في هذه المباراه بطريقه ذكيه جدا. لازم لاعبين جاهزين، مش لان نلعب مباراه سجل هدف نجيبوا الفريق الوطني يلعب في نيجيريا. لا دورهم شوف عليه هذوك الاخطاء اللي يديروهم المدربين، هذوك الاخطاء. وشوف مثلا احنا رايحين لنيجيريا محمد، رايحين لنيجيريا عارفين المباراه صعبه جدا صعبه، وكما قلت لك في الحصه الاخيره اللاعبين النيجيريين الان المعنويات عاليه جدا. علاش عاليه؟ لان التعادل امام الكاميرون في الجزائر رفع مستوى هذه اللاعبين، كانوا خايفين منا من قبل. ولكن يقول لك كيف الكاميرون تعادلوا في الجزائر، احنا رحنا الى زامبيا فزنا على زامبيا ما نجموش نفوزوا على الجزائر، قادرين نفوزوا على الجزائر. ولكن بالنسبه للجزائريين لازم التحضير يكون ذكي جدا. احنا رانا رايحين اسمه سيدي موسى نعمل تحضير يومين نروح الى نيجيريا نلعب مباراه. علاش ما نعملش تحضير؟ دوز بي اللي متروف محمد لان هذه المباراه تطلب الوقت ما يكفيكش ما جاء حتى ما يطلبش الوقت. الايام اللي نجوزهم في سيدي موسى نجوزهم مثلا في البنين قريب على نيجيريا كما احنا عملنا التحضير تاعنا في كاس افريقيا سنه 90 في سنه 80. اليوم ما جا حتى اللاعب اليوم رانا الاثنين حتى اللاعبين مازال ما تجمعوش في مركز سيدي موسى يعني لانه فيه لاعبين لعبوا امس ما جا سليماني والسوداني لعبوا امس. عندك اصابات يعني تخيل ما جا لو تاخذ التعداد تاعك لو تروح تمشي للبنين ويقول لك اصابات تبدا تنادي اللاعبين هكذا ما اي تحضير تاع كاس. لا اسمح لي ما جا هذه مباراه مهمه محمد لازم لها تحضير ذكي محمد. انا نقول لك تحضير ذكي. كيفاش انا نستنى وبعد نروحوا ديجا نلعبوا الماتش ونولوا؟ لازم تروح قبل المباراه محمد، لازم تدخل في الاجواء الافريقيه تتدرب تشوف الطقس تاعك كيفاش، تشوف الرطوبه تاعك كيفاش. لا المدرب الملعب ايضا يومين ثلاثه راح يتعلم كثير المدرب. صحيح. ولكن انت تجيبني في سيدي موسى نعمل تحضير في سيدي موسى ومن بعد نقول لك نروحوا نيجي نلعب مباراه.
كيفاش حتلعب هذه المباراه محمد؟ هم الاخطاء اللي دائما نديروها، نحبوا ولا ما نحبوش. نعطيك مثال بسيط محمد، الفريق مولوديه بجايه وين عمل التحضير تاعو؟ اعتقد راح لتونس او لا؟ راح لتونس وجا سيدي موسى، يروح لتونس ويولي سيدي موسى ويروح للكونغو، هذا شيء